السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفة النهاردة جميلة قوي، يعني بتبقى محببة جدا في فصل الشتاء، وهو الكشري المصري. طبعا ما بختلفش عليه اتنين. تمام. هنعمله النهاردة بمكوناته اللي كلنا عارفينها. بس اهم حاجه في الكشري لما تبداي فيه، يعني تنظمي خطواتك علشان ما تحسيش ان هو تقيل عليكي في العمايل. تمام. يعني هو بتبقى خطواته سريعه شويه وكتيره، بس احنا لما بننظم خطواتنا بنحس ان هو عادي والامور بتبقى ماشيه تمام. تمام. اول حاجه طبعا معانا هنا العدس اللي بجبه. طبعا انا غسلته. تمام. وهرفعه على النار. طبعا عندي برضو هنا الحمص. برضو انا غسلته ونقعاه حوالي 4 ساعات. هحطه برضو ارفعه على النار. هرفعهم على النار وتعالوا بينا نشوف الخطوات اللي بعد كده. اهم حاجه وانت بتسلقي العدس اللي هو اللي بجبه، ما تسويهوش قوي علشان ما يعجنش معاكي في الاكل. يعني يا دوبك تخليه مستوي نص سوا وتطفي عليه. هو هيستوي من الميه بتاعته والبخار السوى المطلوب. بس اهم حاجه ما تخليهوش يعني يعجن بزياده. تمام. الخطوة اللي بعد كده طبعا عندي بصلتين وسط. هحمرهم طبعا بزيت على النار. وهنزل عليهم بكيلو الا ربع من الطماطم. تمام. طبعا في حلة تانية على النار حطيت مية ومعلقة كبيرة من الملح علشان اسلق المكرونة. هي خطواته كتيرة شوية، بس لو انت ظبطتيها واحدة واحدة هتحس ان الموضوع كويس معاكي قوي وهادي، وهتلاقيه اتعمل بكل سهولة من غير ما تبقى متوترة او تقولي انا لسه ما عملتش كذا او ما عملتش كذا. رتبي خطواتك هتلاقي الامور معاكي جميلة جدا. طبعا انا هنا حمرت البصله ونزلت بالطماطم. نزلت بمعلقه نص معلقه كبيره من الملح. ونزلت بمعلقه صغيره من السكر عشان تعادل حموضه الطماطم. ونزلت بمعلقه صغيره من الكمون. تمام. وهنزل كمان بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود علشان بس ما تبقاش حاميه قوي. تمام. هسيبها تتسبك وارجع لكم تاني. طبعا انا عندي هنا الميه بتاعت المكرونه غلت. نزلت بالمكرونه. طبعا اي نوع مكرونه انت بتحبيه تقدر تستعمليه عادي. انا استعملت كوبايه من اللي هي الخواتم الصغيره وكوبايه من القلم. واستعملت حوالي ربع كيلو بس من المكرونه الاسباجيتي. يعني اي كميه متاحه عندك انت حباها حسب عدد الافراد يعني. بس انا بعمل العدد المتاح عندي. تمام. طبعا طبعا انا عندي هنا العدس استوى. تمام. يعني اتسلق زي ما انا عاوزاه الدرجه المطلوبه. وعندي هنا التسبيكه تقريبا خلصت برضو والمكرونه اتسلقت. دلوقتي هعمل الدقه بتاعته. عندي هنا طاسه صغيره على حله صغيره زي دي. هنزل فيها بمعلقه توم مفروم. طبعا الثوم ده متفرز. تمام. طبعا انا كنت مفرزاه على القناه، واللي حابب يرجع على الطريقه. طبعا هي الدقه بتاعت الكشري التومه ما بتاخدش لون يعني في التحمير وكده. هنزل عليها بمعلقه كمون. تمام. اقلب كويس. وهنزل عليها بحوالي ربع كوبايه من الخل. بس طبعا خل يعني خلي بالك لو الخل بتاعك حامي خليه اقل من ربع كوبايه. تمام. هنزل بالشكل ده. طبعا هظبط الملح وهنزل بكوبايتين من الميه. ده اول كوبايه بسم الله. ادي الكوبايه التانيه. طبعا الخل لما بيكون حامي قوي بيبقى صعب شويه. فخلي بالك علشان ما يعني بعد الشر ما يعملش حموضه او صهرجه او يتعب اللي هياكل منه. تمام. عندي هنا 3 بصلات كبار. بقطعهم جوليان بالشكل ده. طبعا تقدري تقطعي الشكل اللي انت حباه. طبعا هنزل بيهم في زيت غزير. لو انت حابه تضيفي على البصل دقيق او نشا علشان يديك القرمشه زي ما بتجيبوه من بره يعني، حاجه ترجع لك. بس انا بصراحه مش بحب اضيف عليه اي اضافات. وهو يعني الحمد لله كده كده بيطلع معايا مقرمش. تمام. طبعا هنا كل حاجه ما شاء الله استوت. ما شاء الله البصل مقرمش جدا يعني شايفين. ما شاء الله جميل قوي. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. طبعا عندي العدس هنا مستوي مش مهرود. تمام. طبعا كل حاجه عندي ما شاء الله جاهزه.
طبعا انا ما بعرفش اقدمه الا كده، لان انا في عندي اللي ما بياكلش الصلصه وفي عندي اللي ما بياكلش الدقه، فكل واحد حسب مزاجه يعني. فانا بغرفه بالشكل ده، واللي عاوز حاجه بياكلها. طبعا تقدروا تغرفوه بالشكل اللي يريحكم وبالطريقه اللي تعجبكم. بكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.